مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي شرفتني فيه في مساحة الفراغ، وإن كان مساحة الفراغ عندنا خارج نطاق الحدود الزمنية. أهلا بيك معانا. عايز أقولك على حاجة، فكرة كده أو حاجة لاحظتها بشكل عام. يعني كتير من الاجتماعات، كتير من اللقاءات تلاقي فيها شخص ما، الشخص ده تمام بيقول رأي وكل الناس بتأيده، تمام، وبتنتهي لنفس الرأي. يعني الناس دي كأنها في القعدة أو في اللقاء ده ما بتفكرش، بتتفق بس. عشان كده أنا هكلمك عن نظرية بتقولك لو الكل قالوا أيوة قول أنت لأ. النظرية دي يا سيدي اسمها الرجل العاشر أو قاعدة الرجل العاشر. هي مش نظرية أنا اللي بقولها في الفراغ يعني أو من الفراغ اللي عندي، لا لا لا، دي نظرية جت ضمن سياق فيلم اسمه وورلد وور زي. في سياق السيناريو الخاص بيه كان بيتكلم عن أحداث حرب أكتوبر. يعني النظرية دي كانت بتتكلم عن إن إذا في 10 أشخاص مجتمعين 9 اتفقوا على رأي، فالعاشر ده لازم يعرضهم، حتى لو هو أصلا ضمنيا هو متفق معهم، بس لازم يعرضهم، ده دوره، ده واجبه إن هو يعرضهم، بحيث إن هو ببساطة شديدة يمنع فكرة التفكير الجمعي، يحول الغلط لمنطق، تمام، أو الكارثة اللي ممكن تحصل إلى إنها تكون مستحيلة. ان هو بيدرس كل الجوانب وكل السيناريوهات مع بعض. اذا مهتم بقى تسمع الكلام ده، هات كوبايه الشاي وسندوتش الحلاوه وتعالى بقى اسمعني. تخيل انت مجموعه قاعدين كده مع بعض، واحد عمال بيتكلم وهم عمالين بقى يهزوا دماغهم كده وفرحانين. وايوه طبعا الانسان بطبعه كائن اجتماعي وبيحب يبقى مع المجموعه، يعني حتى لو المجموعه دي رايحه في داهيه او رايحه في الهويه زي ما بيقول يعني. وطبعا بتسمع بقى في القعده حد قال فكره، كله يقول لك دي فكره عبقريه. لا 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 لا، ازاي؟ انت هتقعد تفكر بينك وبين نفسك في مساحه فراغك في الوقت ده اللي انت عايشها وانت قاعد معاهم. يعني اكيد انا غلطان اذا كانوا هم كلهم شايفين فكره عبقريه. لكن عزيزي خليني اقول لك على حاجه، حاول بقى تلعب الفتره الجايه دي دور الرجل العاشر وتقول لهم ما يمكن كلكم غلط. ازاي يا سيدي؟ ده انت ساعتها هتقول انا هفقد علاقات الاجتماعيه، الناس هتبص لك ايه يا عم اللي جاي يعاند معانا دي. لكن عايز اقول لك ان اغلب المشاكل اللي حصلت على كل المستويات حصلت بسبب ان الكل متفقين ان لا داعي للنقاش. خلاص احنا وصلنا لرأي جمعي وخلاص مفيش داعي للنقاش. على فكرة الفلاسفة كان عندهم الرجل العاشر. تعرف سقراط؟ انا شخصيا ما اعرفوش على المستوى الشخصي يعني، لكن قريت عنه وقريت له يعني. الراجل ده كان بيسأل سؤال خطير جدا، حد يناقشه في فكرة كان يقول وما الذي يثبت انكم على صواب؟ الناس في المجتمع ساعتها قال لك ده يا عم ده الفلسفة دي كأس من السم، كلها سموم. طيب إذا كنت لسه بتشرب الشاي ومعاك سندوتش الحلاوة أو فاضل فيه حاجة يعني، هقول لك إن أنت في حياتك اليومية بتفكر في بعض الأمور وتقول أنا واثق في القرار ده أو واثق في الاختيار ده. ليه ما فكرتش إن ممكن تكون ثقتك دي أنت بتحاول تقنع نفسك؟ لو جواك بقى الرجل العاشر في مساحة فراغك هقولك استنى، طب لو غلطان اللي انت مش شايفه، عواطفك مسيطرة عليك في القرار ولا عقلك بيتدخل؟ خلي عقلك يلعب دور الرجل العاشر. على فكرة أنا احنا مش بنقول او بندعو للشك، لا لا لا، الشك مش دايما ضعف، الشك هو اول علامة على الوعي، لان اللي ما بيشكش ابدا غالبا ده ما بيفكرش اصلا، ده كده ماشي مع يعني مع الجماعة، مع القطيع. لو انت موظف فانت عارف اكيد طبعا اللي انا بتكلم عليه، الاجتماعات اللي هي فيها تمام كل الناس موافقون، واللي لما بيجي يقوم بدور رجل العاشر ويعترض يقول لك ده معوق للعمل و هنا يا جماعه ان كله يقول لك دي خطه ممتازه. طيب ماشي، استنوا خلونا نجرب حاجه تانية، نحط زاويه تانية، وجهه نظر تانية. هو مش الهدف ان انا يعني في الوقت ده في المكان ده ان انا اعطل الشغل، لا بالعكس، انا يمكن بمنع كارثه ممكن تحصل. بدرس كل الخيارات، بدرس كل الريسكس اللي موجودة، بحط علامات مضيئة لبعض الأمور كأنها البريكس، الكوابح اللي انت أو الفرامل اللي انت بتمنع بيها الأمور اللي بتكبح الاندفاع ده. حتى في البيت يعني أحيانا تلاقي مثلا زوجين قاعدين بيتناقشوا أو عيلة بتتكلم مع بعض، وطبعا دي في مشكلة في عملية الكوميونيكيشن في العيلة، دايما الاتصال بيبقى
يعني مرسل ومستقبل احيانا بتلاقي العيله كلها بترسل في نفس الوقت، مفيش حد بيستقبل. ما علينا يعني، مش ده موضوعنا، ده نناقشه في مساحه تانية يعني. احيانا بيبقى الناس كلها بيقول لك احنا اوكي، احنا يعني في انفعال في النقاش. طيب ما لو الرجل العاشر جواك كده ممكن يقول لك طب ما خلينا نفكر، يمكن اصلا المشكله مش كبيره عندنا مشكله بسيطه. اللي احنا فيه ده بسبب ان احنا منفعلين فمكبرين المشكله بشكل عام. يمكن نحتاج نهدى الاول. هو هنا بقى دور الرجل العاشر بقى، يدخل معاك يدي لك سيناريو او يدي لك زاويه ما حدش فكر فيها اصلا، يقول لك لا هي المشكله كبيره. طب يا سيدي بص للزاويه دي. بالعكس، انت لو طبقت رجل عاشر في علاقات كتير هتتصلح جوه البيت. طبعا بقى لو مع اصحابك وعندك الصاحب اللي ما بيغلطش، انا عارف انا الترند ده اللي هو عارف كل حاجه تمام، واللي هو بيمشي مع الموجه تمام، اللي هو هزاز الراس ده بقى، اللي هو ايوه تمام. خليك انت بقى الصاحب الرخم، الرجل العاشر اللي بيكسر الموجه دي تمام، اللي هم لما يوافقوا على حاجه اطرح زاويه تانية، اطرح وجهه نظر تانية. حد بيحكي قصه كله بيقول له ايوه حصلت تمام، هو ممكن ما يكونش عنده اي فكره بس هو بيأيد كده، بيمشي الجلسه. طب ما تناقش الموضوع. الناس بتهاجم حد غايب مش موجود، ما تقول لهم يا جماعه طب ما نسمع الراجل الاول يعني، عادي جدا. الراجل العاشر دايما في العلاقات الاجتماعيه هو اللي بيبرز انسانيتنا فيها، وبيبعد عن الاحكام الجاهزه المعلبه دي اللي هي التهم الجاهزه، ده نسينا، ده اتكبر علينا، احنا ما بقيناش قد المقام، اصل هو يعني حاجات بقى انتوا عارفينها في السياقات والحوارات دي يعني. طيب تعالى بقى نعمق الموضوع اكتر. انت بينك وبين نفسك احيانا بتقعد تكلم الحيطه كده وما تردش عليك، لكن ما تقلقش، لغايه دلوقتي ما تقلقش، لما الحيطه ترد عليك ساعتها تقلق. المهم يعني ده مش موضوعنا. احيانا بيبقى في بعض الامور بتبقى بتقنع نفسك ان انت صح تماما وفاهم كل حاجه ودارس كل الجوانب، لكن هتلاقي بقى لو انت نميت الرجل العاشر جواك هيقول لك اوكي انت فاهم كل حاجه، بس حاول فكر انت مرتاح للتفسير ده، مفيش جانب من الجوانب. الحاجات دي هتخليك تتواضع اكتر، ما تتكبرش في قراراتك، ما تكبرش في قراراتك، اعتبرها لحظه مراجعه، تراجع نفسك. انا مش بقولك خليك عنيد ولا خليك شكاك ولا خليك يعني الشخص اللي هو مفسد الحفلات، لا انا بس بقولك شغل عقلك، فكر في كل الجوانب، خلي عقلك حر. لان هو ببساطه شديده الناس كلها لما بتتفق على شيء مش معنى كده ان الشيء ده صح 100%. كلام في الامور الحياتيه يعني انا هشرب فنجان الاجماع ولا اعمل قهوتي انا بنفسي بعد ما خلصنا الشاي مع سندوتش الحلاوه. مش عارف، انا يبدو ان الفراغ زاد، ونظريه الرجل العاشر دي انا متاثر بيها جدا ومطبقها على نفسي بصراحه يعني. وغالبا اذا قدر ان احنا نلتقي مره اخرى ونتكلم في امور اخرى، اتمنى اذا ما كنش انا الرجل العاشر في نقاش الموضوع حد منكم يكون الرجل العاشر يقول لي انا مختلف معاك، وانا ساعتها هحترمه جدا. ومش عارف يعني ممكن ما دخلوش ساحة تانية لانه بيختلف معايا. عموما دي كانت يعني مساحة من مساحات الفراغ اللي ممكن نتقابل فيها، وزي ما اتفقنا ممكن نتقابل تاني وممكن ما نتقابلش، هو الأكيد إن احنا مش هنعرف بعض، لكن إلى أن نلتقي أو لا نلتقي. سلام عليكم.